بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا الفطير القمر ده ازاي. الصراحة يا جماعة أنا مش من هواة عمايل الفطير، يعني فرد الفطير وعمايله بياخد وقت ومجهود وهدى كده، يعني عارفة فيه شراء العبد ولا تربيته. لكن بالطريقة القمر دي هتعملي كمية كبيرة وما شاء الله زي ما انت شايفة الطبقات بتاعته مورقة. الطريقة دي للناس اللي مش غاوية فرد فطير، عايزة حاجة كده سريعة وتنجز معاها وتعمل كميات كبيرة في وقت ايه قليل. شايفة الطبقات بتاعته عاملة ايه، والمغزى في الفيديو ان هو بالدقيق، فيه دقيق اسمر، دقيق صحي يعني، ومش مكلف كمان. سعر الدقيق الاسمر ما بيبقاش غالي، يعني الكيلو ب 16 جنيه او حاجة زي كده. هنا الدقيق الاسمر انا نخلته، الدقيق اللي هو بالنخاله بتجيبيه من عند اي عطار عادي. حطيت مقادير قد ايه؟ حطيت على الكيلو دقيق العادي، حطيت عليه هنقول كيلو الا ربع دقيق اسمر. دقيق بقى اي نوع تجيبيه من عند العطار، بس يفضل ان هو يكون دقيق كويس. وهنا تدفي شويه ميه وتحطي معلقه سكر كبيره وكمان معلقه ملح كبيره، الاتنين، وتبتدي هنا تعجني. هنا شايفه الدقيق بالنخاله، ركزي فيه كده هتلاقي الدقيق فيه رده. هتبتدي تعجني الفطير بتاعك. الفطير بياخد عجن شويه، يعني لو ما عندكيش عجان هتعجنيه على ايدك شويه محترمين لحد ما العجينه بتاعتك تبقى، شوفي تبقى ملساء كده وما بقاش العجان بتاعك ينضف. من اما العجان ينضف كده من العجن نعرف خلاص ان هو كده بقى حلو قوي. شايفه العجانه بتاعتي بقت متماسكه وفي نفس الوقت ناعمه. والناس اللي بتسأل على العجان، العجان اسمه بريفيكوك، هو ماركة ألماني جايباه من شركة السليمانية للأجهزة الكهربائية. ما شاء الله عندي بقاله 4 سنين. عجنت الكمية كلها. أول ما بتتعجن باخدها كده أقطعها. قطعيها بقى بأي قطاعة عندك بالطريقة دي، هتقطعيها قطع متساوية، كور كده قد بعضها، ونرجع نلفها ونعملها دايرة. وبعد كده هتاخد معانا الشكل ده على صينية بقى، ونحطهم كلهم مرة واحدة. طبعا ربنا يبارك في عمري، والدتي هي اللي عاملاهم ومقطعاهم التقطيعه دي، وهي صاحبه فكره المكنه وكده. ان احنا هقول لك هنعملها ازاي. هنجيب اول كوره احنا بدأنا بيها، ولو عندك المكنه دي، معظمنا عنده المكنه دي وراكنها مش بيعمل بيها اي حاجه، مكنه الخبيز العاديه. هتحطي الواحده وتشديها كأنك بتشدي عيش، عارفين؟ اللي هيشوف المكنه هيفهمني انا اقصد ايه. هتشدي واحده وبعدين تدهنيها بالسمنه والزبده، او تدهنيها بقى باللي انت عايزه تدهنيه. عندك بقى سمنه على زبده، هنا انا حاطه سمنه على زبده. بفرد الواحده وبحط فيها السمنه على الزبده كده، وبقوم لفاها مربع، يعني بلفها طبقه على بعضها كده. ثواني معايا. بصي كل ما تشدي فيه بيبقى رقيق معاكي وبيتفرد بكل سهوله. هتفردي كده. طبعا انا عامله مربع، وحتى لو اتقطعت معاكي مفيش اي ازمه. هتلفيها كده مربع وتقومي حطاها في قلبها بالطريقة دي. لفي كده مربع، ده مربع. هنعمل واحدة تانية بنفس الطريقة. هتعملي بقى على حسب طبقات الفطير. هنا أنا بقيت أعمل كل 5 أو 6 وحدات، كل 5 وحدات عيش يعني، اللي أنا فرداها وعاملاها بالدقيق. دي كانت أصغر واحدة عندي في صينية. أحطها على جنب كده وأرجع أعمل غيرها، بفرد وأحط عليها السمنة. طبعا اخواتنا في الفلاحين عارفين المكنه دي كويس وعارفين استخدامها، لكن اللي ما يعرفهاش هي مكنه بتستخدم لخبيز العيش. بتطلع الميزه بقى ان انت بتفرديه، بتطلعي لك رقيق جدا ومش محتاج اي فرد. هتدهني وتلميها مربعات اهو. هتجيبي الواحده لو انت عايزه تفرديها كده بالعرض، شغاله معاكي ومرنه جدا. افردي كده وهتحطي المربع التاني فيها بعد ما نكون دهناها بالسمنه. ما شاء الله مرن معاكي جدا. صدقوني يا جماعه، حط الدقيق الاسمر على الدقيق الابيض مش بيخلي الفطير يبقى معاكي ايه قاسي كده في المضغ، لا، ده بيدوب معاكي، بيدوب في البق زي الشيبسي كده بالظبط. شايفه هنا فردتها، واحط عليها السمنه واحط فيها المربعات بنفس الطريقه.
على حسب بقى انت عايزه الفطيره بتاعتك تخرج معاكي قد ايه. عايزه رقاق كتير ممكن تقدري تلفي لحد 10 كور على حسب ما انت عامله الكور. عايزاها وسط بقى، انا بقولك حطيت 6 أو 7 في الفطيره يعني. هنا بنشد رغيف العيش، وبعد كده بفرده كده بالطريقه دي، بيتفرد معاكي بكل سهوله. معلش انا بكرر لك الطريقه عشان تعرفي بالظبط انا عملت ايه، وتقدري لو فهمت الفكره تقدري تسرعي الفيديو في الحته دي. هنا زبده على سمنه بلدي، بفرد واحط المربع واضم الباقي عليه، قفلي عليه من كل الجوانب. تاني نعمل تاني كمان واحده. بنفرد العيش بايدينا او بنشابه حته صغيره، وبعد كده بنشدها في المكنه على حسب المكنه عندك اعلى حاجه يعني. اكبر رقم كام، 5 أو 4 على حسب ما يبقى رقيق معاكي. واقوم حاطه عليها السمنه والزبده، واقوم جايبه المربع اللي انا عاملاه احطه فيه. تقدري تتنيه كده عشان ما تبقاش معاكي طويله قوي، وتضمي عليها بنفس الشكل ده لحد ما نخلص كل الكميه اللي احنا عايزينها. صينيه بقى مدهونه بالزيت، وكل ما نخلص واحده نحطها عليها، ونغطي على الصينيه دي باي حاجه، اكياس بلاستيك كده او حاجه كيس بلاستيك التلاجة، كل واحده نغطيها بيها عشان خاطر الفطير بتاعنا يريح. هتلفيها كرة بنفس الشكل، كل ما تسيبيها كل ما بتلاقيها ريحت معاكي شويه. هنا برضو بنفس الطريقه بنرجع، كل ما بتسيبيه بقى يريح. شايفه بتفرد معاكي اكتر ازاي؟ تفرد معاكي بالعرض اكتر. ما شاء الله ال2 كيلو الا ربع عملوا معايا 6 وحدات، حجمهم معقول اللي هو الحجم الوسط. الفطيره من دي بتتباع بحوالي 50 جنيه او اكتر، وطبعا مش معموله لك بالسمنه البلدي ولا بالزبده ولا بالقشطه ولا بالكلام ده كله، تبقى سمنه صناعي وسمنه مهدرجه كلها ومش عارفين هي معموله ازاي. وهنا احلى ما في الموضوع ان هي معموله بدقيق اسمر، اسمر على ابيض طبعا، لان لو اسمر لوحده هيبقى سايب ومش هتعرفي تتحكمي في الفطير ويقعد يتقطع منك. لكن الدقيق الابيض اللي احنا بنشتريه ده المغلف يعني بيعمل له عرق شويه. شايفه يعني الفطير ده بقى في المرحله الثانيه اللي هي رابع ولا خامس فطيره ريحت معاكي اكتر وبتفرد معاكي اكتر، كل ما تفردي فيها بتفرد اكتر واكتر. هنا طبعا انا مش عاملاه لوحدي، يعني لو بنتك او حد جنبك يفرد لك حتت صغيره وانت تشدي وتكملي. والدتي هنا كانت هي اللي بتعمل معايا. تعرفين الناس الكبار بقى عندهم خلق كده. هنا بعد جبت صينيه وحطيت فيها شويه زيت، وحطيت كل فطيره في صينيه عشان كل ما تريح معاكي شويه تديها فرده وتركنيها على جنب. بنفرد من النص من جوه لعلى بره، وطبعا تسيبيها تريح. وفي الجو البرد ده زي ما قلت لك ان انا بولع الفرن بدفيه عشان الحاجه بتاعتي يعني ترتاح بسرعه معايا وتخلص. هنا بقى كانت قشطه اللي هي وش اللبن، مسكت كل الفطير حطيت عليه وش اللبن، بيديها طعم حلو قوي قوي قوي. لو عندك قشطه طبعا، علب قشطه او وش اللبن شايلاه زي كده تمام. هعمل كله بنفس الطريقه. ما شاء الله عملتهم كلهم. وطبعا لما اجي اسوي ابتدي باول واحده انا شغاله فيها لانها بتكون ارتاحت اكتر. هنا شكلهم. هي الفكره في الفطير ان هو عايز وقت شويه انه يريح، مش في العمايل. يعني هو ما بياخدش وقت في التسويه قد ان هو عايز وقت يريح العجين يريح فيه، وخاصه ان احنا في الشتاء فبياخد معاكي وقت. هنا بقى فرن البوتاجاز انا شلت اللي هي الصاجه اللي بتبقى تحت دي عشان الفطير عايز نار عاليه، وفرن البوتاجاز ما بيبقاش بالعلو بتاع الفرن الغاز. فهنا ولعت الفرن فوق وتحت على درجه حراره عاليه جدا، وحطيت 2 مع بعض زي ما انت شايفه والع كده من فوق وتحت عشان يعني ما ياخدش معايا وقت.
هو حلو وكل حاجة ونوع من التغيير، وتقدري طبعا تستخدميه كفطار، تحطي نوع من التغيير يوم كده من غير نعمله غدا وعشاء. دي هنا كنت بسويها على البوتاجاز من فوق، بس فكرة التسوية على البوتاجاز من فوق مش أحسن حاجة الصراحة، في الفرن أحسن. يعني دي نتيجتها ما كانتش حلوة. هنا بعد ما خرجت الفطير تقدري بقى انت عايزة تحطي جنبه أي حاجة، وبالمناسبة ممكن لو عندك شوية لحمة معصجة أو حاجة في طبقات الفطير في النص تقدري تضيفي فطير محشي، يعني فراخ محشي، لحمه مفرومه محشي، اي حاجه تعمليه وش بيتزا براحتك. هنا الفطير ما شاء الله ما بياخدش بقى وقت في التسويه خالص، بناخد من تحت نطلع فوق ياخد لون، وبيطلع معاكي بالنتيجه القمر دي صراحه. يعني الطريقه عجبتني جدا. شايفه الطبقات عامله ازاي؟ طبعا كان سخن ومش عارفين يعني نفتح بين الطبقات. ما شاء الله جربوه هيعجبكم، بس يفضل ان انت لو جيتي تعمليه يعني من اول اليوم، اول ما تصحي كده عجين الفطير. وعايزه اقول حاجه، يعني ست البيت اللي بتحب تعمل حاجات من دي لو في استطاعتك تجيبي عجان، حتى لو بتقدري تعجني دلوقتي، فيما بعد ان شاء الله ربنا يديكم جميعا الصحه مش هنقدر نعجن. يعني حرفيا انا لو ما عنديش عجان صراحه مش هعمل. فاللي في استطاعتها تجيب وتقدر الحاجات الاساسيات لكل ست البيت، هاتي عجان، هاتي الحاجات اللي تساعدك وتنجز معاكي. ربنا يوسع على الجميع ويفرجها على الجميع. بس يعني اللي تقول ملوش لازمه، لا له لازمه، ايد بتساعد معاكي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان عجبكم الفيديو ما تنسونوش بدعوه حلوه، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، ومع مليون سلامه.